مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك السايت. مش كل خلط زيت على المية أو خلط مية على زيت يبقى ضربة جون وش سلندر. معانا العربية دي سوزوكي TT1000. العربية دي كانت خلطة مية على زيت ومطحنة، فيها طحينة تمام. حلينا وش السلندر ولقينا الجوانات كويسة خالص، ما فيهاش أي مشاكل ولا فيها أي ضرب. حتى الجوانات باين عليها جديدة، والخط الأحمر زي ما هو فيها أهو الناحيتين. الجوانات سليمة ما فيهاش أي مشاكل، وهنا ما فيش أي مشكلة في الركبة دي، مش مكسورة ولا أي حاجة. من فين الطحينة؟ أقول لك أنا من فين. عندي هنا تحت عمود الكامة 4 طوبة مية بيطلوا على حوض المية. دول لازمتهم ايه؟ لازمتهم لما العربية تسخن مني افورهم عشان خاطر انضف بيهم دورة المية. دول مع مرور الوقت بيتاكلوا وبيصدوا وبيتخرموا، ينفذوا معايا مية على حوض ومجرى الزيت. فمن هنا الطحينة. على فكرة العربية دي انا حليتها والجوان ما فيهوش اي مشاكل. المشاكل عندي في الطبب هنا، بس انا ما صورتش قبل ما هو يروح يفور الطبب دي لسه راكبه جديد، رقمها 20 عشان تبقى فاهم.